كل الناس النهارده بقت بتستخدم شات جي بي تي، بس مش كل الناس بتقدر تاخد نفس النتيجه. في ناس بتاخد نتائج من شات جي بي تي خياليه يا صديقي، وفي ناس بتاخد نتائج اي كلام مش بتفيدها. فازاي الناس الاولى بتقدر تجيب النتائج الجامده دي وبتقدر توصل بجد للحاجات اللي هي عايزاها بنتائج افضل من اللي كانت تتخيلها؟ فلو عايز تعرف بجد ازاي تستخدم شات جي بي تي وايه التريكات اللي ممكن تستخدمها وازاي تستفيد بيه اقصى استفاده، يبقى دلوقتي لازم تصلي على النبي وتتابع الحلقه دي للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم إن احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. ايه رأيكم في الديكورات الجديدة والشكل الجديد؟ انا بحاول اظبط فيه، فلو عندك اي تعليق او اي اضافة او لو عجبك اكتب لي تحت في التعليقات. هفرح بجد لو قلت ان هو حلو عشان بجد تعبت فيه، ولو شايفين ان في اضافات ممكن نظبطها اكتبوا لي برده في التعليقات ونتعلم منكم. المهم بقى خلينا في موضوعنا، ركز بقى معايا عشان هقول لك كام تريكايه وكام حاجة لو عملتها مع شات جي بي تي هتقدر تاخد اقصى استفادة منه، وبرده هقول لك شوية حاجات كده تقدر تستفيدها من شات جي بي تي لو انت ما عندكش يعني خلفية. اول حاجة لازم تكون رغاي وبتقول ادق التفاصيل. اتعامل معاه صديقي على اساس ان هو طفل صغير، بتحاول تفهمه الحاجه واحده بواحده، وما تقلقش في الاخر هيفهمك وهيجيب لك النتيجه اللي انت عايزها. بس اهم حاجه في البدايه الصبر، انك يكون عندك صبر تفهمه واحده بواحده وتديله ادق التفاصيل. يعني ما تدخلش عليه على طول كده تقول له ازاي اكسب فلوس من الانترنت، لكن ممكن تساله عن ازاي ابدا البيزنس بتاعي من خلال التسويق الالكتروني للمنتجات بتاعتي عن طريق الانستجرام. شفت هنا اديت له كام تفصيله زياده. جرب كده تكتب له السؤال الاول بتاع ازاي اكسب فلوس من الانترنت على طول، والسؤال الثاني اللي انت محدد له فيه شويه تفاصيل، وشوف بنفسك النتيجه كانت افضل في انهي سؤال فيهم. بالتاكيد يا صديقي الثاني، لانك مديله شويه تفاصيل. انا على سبيل المثال لما بدخل اطلب منه حاجه بطلبها منه بتفاصيل كتير جدا. يعني هنقول مثلا ان هطلب منه يكتب لي سكريبت الفيديو على اليوتيوب، بدخل اقول له انا طارق صادق صانع محتوى على اليوتيوب، المشاهدين بتوعي طلاب جامعيين مثلا ما بين 17 سنه لغايه شباب 30 سنه، مهتمين بتطوير الذات وكسب الفلوس عن طريق الانترنت. عايزك تكتب لي سكريبت عن ازاي استخدم مثلا شات جي بي تي بافضل شكل ممكن، وتقسم لي الاجابه على نقاط مترتبه على بعضها. انا هنا عرفته بنفسي وعرفته بالفئه بتاعت جمهوري اللي انا بستهدفها، وعرفته انا عايز ايه وبعمل ايه في حياتي. كل التفاصيل الممله دي هياخدها هو، فهيعرف بالظبط ايه انسب حاجه ليك. احسن ما ادخل اقول له اكتب لي سكريبت عن شات جي بي تي، هيكتب لي اي حاجه ممكن ما تبقاش مناسبه ولا ليا ولا للجمهور بتاعي. تاني حاجه تعملها هي انك تطلب منه دايما امثله وتطبيقات عمليه. يعني ما تدخلش تطلب منه حاجات نظريه وخلاص، لا اطلب منه انا عايز 3 امثله عمليه وتطبيقيه على الحاجه اللي بسالك فيها دي. يعني لو انت محتار ما بين حاجتين قول له انا عايز تجارب عمليه او حاجات حصلت في الموضوع ده وحاجات حصلت في الموضوع ده، وقارني مثلا ما بين الاثنين، فيقدر يشوف لك تطبيق الفكره الاولى على ارض الواقع عامل ازاي وتطبيق الفكره الثانيه عامل ازاي، وبعد كده يقارنهم ويشوف ظروفك ويقول لك انسب حاجه فيهم كانت ايه من البدايه. ثالث حاجه بقى هي انك لازم تساله بالتدريج، ما تسالوش كل حاجه مره واحده. لو عندك موضوع معقد ومليان اسئله كتير اساله سؤال بسؤال، بحيث ان هي تبقى رحله كده في نهايتها هنوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. افتكر ان انا بقول لك انك بتعامله زي طفل صغير، فخلي خلقك واسع شويه. الراجل بيساعدك يعني كتر خيره، ومحدش في حياتك بيساعدك المساعده دي. يعني مثلا بدل ما تساله ازاي اعمل خطه تسويقيه ان انا ابيع المحفظه دي، قول له انا عايز ابيع محفظه جلد، تفتكر ايه انسب منصه ابيع عليها؟ هيقول لك مثلا يوتيوب. قول له طب المحفظه دي اللي هيشتريها اكتر رجاله ولا ستات؟ هيقول لك رجاله. فانت كده بقيت عارف انك عايز تعمل خطه تسويقيه على اليوتيوب وتستهدف فيها الرجاله. انا من اسكندريه، فتفتكر سوق هيمشي في اسكندريه ولا حدد محافظات تانية؟ يقول لك لا اسكندريه فيها عدد سكان كبير فتتباع فيها، فكده خلاص حددنا المكان اللي هنبيع فيه. بعد كده اساله انا عايز اوصل مثلا في اليوم ل 1000 عميل، ايه البادجت المناسب اللي انا ادفعه لحاجه زي كده؟ فهيقول لك مثلا 1000 جنيه. فانت كده بقيت عارف الخطه التسويقيه بتاعتك هتمشي ازاي بمجرد ما انت بتساله اكتر من سؤال بيوصلك للنتيجه اللي انت عايزها، وفي نفس الوقت بتديله معلومات اكتر عن المنتج بتاعك، فبيديك نتيجه افضل بكتير من انك تدخل تقول له بيع لي البتاعه دي بحمله تسويقيه ناجحه. ما تستسهلش يا صديقي خالص. رابع حاجه بقى دي احسن تريكه انا بعملها معاه، ان دايما بطلب منه ان هو يحسن اداؤه. يعني ساعات بطلب منه حاجات ويديني اجابه حقيقي خياليه، بس انا عايز بقى اعلي سقف التوقعات اكتر، فاقول له لا 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 الاجابه دي محبطه وكنت اتوقع منك حاجه احسن بكتير. فتحس بقى ان هو بيتغاظ كده، يقول لك طب مش عاجباك، طب خد دي بقى انا اسف جدا ده الاجابه دي احسن منها مليون مره. فتلاقيه دايما بيديني كل مره اجابات افضل. مع الوقت هو بيخزن الحاجات دي عنده، فبتعود دايما ان انت انسان
ثانيا صعب جدا انك ترضى، فبيحاول من البدايه يجيب لك حاجات ادائها اعلى بحيث انك توافق وترضى عليها اسرع. فكل مره بتقول له ان الاجابه دي محبطه وان النتيجه دي مش عايزها، هتلاقيه دايما بيديك نتائج افضل وافضل وبيحاول يبذل مجهود ويجتهد اكتر. مش بقول لك اتعامل معاه كانه عيل صغير. قبل ما اكمل بقى باقي التريكات، هو انت نزلت دلوقتي دعمتني وعملت لايك وعملت سبسكرايب؟ انزل يا صديقي دعمني، اعتبرها حلاوه المكان الجديد. انزل اعمل لايك، اعمل سبسكرايب، وفعل زرار الجرس عشان الجديد دايما مفيد. ولو كملت الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي رقم 64 عشان دي هتكون كلمه السر اللي هتعرفني مين صحابنا المركزين ومصحصحين ومكملين الحلقه لغايه هنا، ما ناموش مني لا قدر الله. رقم 5 يا صديقي، اطلب منه دايما مصادر موثوقه. يعني لو هتساله عن حاجات دقيقه ما تبعتلوش السؤال وخلاص، يعني قول له انا عايزك تكون دقيق جدا في كل معلومه هتديها لي، واذكر لي المصادر اللي انت لجأت ليها عشان تجيب لي المعلومات دي. ده في حاله ان انت هتسلم الحاجه دي لحد هيراجعها وراك مثلا، فما ينفعش يبقى هو كاتب لك اي كلام من دماغه وانت تاخده وتوديه على طول. لازم تكون متاكد ان هو جايبها لك من مصادر حقيقيه، وان الارقام والنسب والاحصائيات اللي بيقولها لك دي موجوده بجد، لان شات جي بي تي مش بيعرف يقول لا. انت اي حاجه هتساله عنها هيقول لك اه انا عارفها وخد الاجابه، فممكن تكون الاجابات دي كلها تاليفه ومش موجوده على ارض الواقع. فدايما اطلب منه مصادر للحاجات اللي هو بيقولها لك، واطلب منه ان هو ما يقولكش اي حاجه غير لو هو متاكد منها وليها مصدر موثوق. وده طبعا رد كبير على الناس اللي بتدخل تساله عن حاجات في الدين. هو يا جماعه ما يعرفش حاجه في الدين، ولو يعرف او ما يعرفش هيجاوب عليك كده كده، فلانه لازم يجاوب كده كده ممكن يهبد ويقول حاجات مش حقيقيه، فما تعتمدوش عليه في الحاجات الحساسه اللي زي دي. التريكه اللي بعد كده انك ممكن تخليه مساعدك الشخصي بشكل يومي. انا كطارق مش بحب اشارك معاه حاجات الشخصيه قوي، بس في حاجات لازم اشاركها معاه لانه هيقدر يظبطها لي. فانا ممكن مثلا اشارك معاه انا يومي بيمشي ازاي، اللي هو انا عايز اصحى الصبح اصلي مثلا الفجر وبعد كده ابدا افطر وبعد كده ابدا اتفرج مثلا على كورس هيهمني مثلا، ومن العصر للمغرب عايز ابدا اشتغل واطور من نفسي، ومن بالليل عايز اعمل تمارين ومش عارف ايه وكده. صغ لي الحاجات دي وظبطها لي كده في برنامج يومي، فتلاقيه قادر يظبط لك كل حاجه ويخطط لك كل حاجه بشكل محترف. انا مثلا عايز ابدا اعمل تمارين واخس، ابدا اقول له مثلا انا طولي 180 كيلو ووزني مثلا 79 كيلو، فانا عايز اعرف ايه احسن طريقه للغذاء بتاعي عشان اظبط جسمي اكتر، وايه الاغذيه اللي تفيدني وكده. فبيبدا ياخد المعلومات دي ويبدا يساعدني فعلا كانه مدرب، كانه مساعد شخصي، كانه يعني عايز اقول حاجات بس يعني مش هينفع، بس انتوا فاهمين. احنا مشغلينه عندنا بالسخره بجد. انت لو في حد في حياتك بتطلب منه كميه الطلبات دي مش هياخد اقل من 30 40 الف جنيه، ده لو مش اكتر يا صديقي. يعني تخيل كده حاجه بترد عليك في اي وقت وبتديك اي معلومه انت عايزها في اي وقت، لو ما استغلتش الموضوع ده انت بجد بتخسر كتير. في النهايه يا صديقي برضو لازم اكد عليك ان الموضوع ده سلاح ذو حدين. ممكن حد يستخدمه في حاجات تافهه وحاجات تضيعه، وممكن حد تاني يستغله بشكل حقيقي ان هو يوصل لحاجات قويه جدا تفيده في حياته. وانا من الناس اللي بجد استفدت منه بشكل شخصي وقدرت اكسب منه فلوس واطور من شغلي واطور من ادائي، ويعني حياتي كلها تختلف بسببه. فما تكسلش تسمع الحلقه دي بشويه انصات تراجعها مره واثنين وثلاثه وتحاول تنفذ التريكات اللي قلت لك عليها دي. ولو عايزين تريكات اكتر انا بعملها في شات جي بي تي عشان اخد منه احسن نتيجه، اكتبوا لي تحت في التعليقات واعمل لكم جزء تاني. المهم انت كمان ما تكونش بخلت عليا باللايك الحلو بتاعك ولا عملت لي سبسكرايب جميل زيك ونزلت فعلت زرار الجرس عشان الجديد دايما مفيد. انزل بعمل كل الحاجات دي. واهم حاجه لو كملت الحلقه للنهايه انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي كملوا الحلقه للاخر. وما تنساش تقول لي رايك في المكان الجديد. لو عندك اي سؤال او اي استفسار اكتبوا لي تحت في التعليقات. وفي النهايه اتمنى الحلقه دي تكون لطيفه وخفيفه، تكون اتبسطتم واستفدتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.